وبين له ما يمشي وما لا يمشي، وبين له حدود الإظهار والإخفاء. بل لقد ربط الله الستر بالجمال، جمال اللباس وجمال الصورة وجمال التقوى. سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمال اللباس تعبير عن كرامة البدن وإكرامه، وجمال التقوى تعبير عن كرامة الروح ومفهومه. عباد الله، الستر يحافظ على ظهر السمع ويبقي على سمعه ووقاره. تحفظ الآذان عن سماع البذيء من الأقوال، وتغض الأبصار عن المستقبح من المناظر. وبالستر تقل فرص الرواية وتقل عوامل الفتنة وتتلاشى أسباب الإثارة. نعرف الستر كما يقول العلم هو تغطية المسلم عيوبه وإخفاء حناته وما يقع منه، وعدم كشفها للناس مع ما يطلق من الندم والتوبة والصفة. والستر إخفاء وصبر وعفة، والستر مقرون بالأدب والحكمة والذوق والعرض. من هنا سميت العورة سوءة، لأنه يسوء صاحبها كشافها، كما يسوء الآخرين خدش حيائهم في حال مدهم لها. أيها الإخوة، ومن أعظم علامات الصلاح ستر العبد على أخيه عيبه، وحسن ظنه بإخوانه، واستعماله